نيجي بقى لاكبر تشكيل زي ما قلنا في الزقازيق، زقازيق فقط. اكبر تشكيل في الزقازيق للجاكار، اللي هو مفرش، يمشي مفرش عروسه، يمشي شغل البياضات دي الترندات عندنا. بصوا الرسمه الكافيه القمر دي جميله جدا. ده بقى ده يعني الكافيه دي اسمه بديل مطرز، اللي هو بقى الشانيليا المطرزه ده اسمه مطرز. طبعا الخامه دي شانيليا طريه تحفه جدا، يا ريت تشوفي ملمسها على الطبيعه. الشغل ده معانا طبعا الخياطين اللي شغالين معانا، يعني اللهم بارك، جايب لكم تشكيل حلو خالص. الشجره الكافيه دي ترند، هي والشجره الاوف وايت شغالين جدا. دي طبعا مقررات عندنا على طول، جبت لكم الشغل الجميل ده كله مكرر عندنا. هنيجي بقى الرسمه التحفه دي كمان بديل مطرز، حلوه قوي 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 قوي، مفرش عروسه تحفه. وتمشي كمان بياضات للحاجات اللي عايزه حاجه قيمه، حلوه خالص. عايزه بس اوريكم جمال التفاصيل. طبعا الخامه كلها خام تقيل، هتشوفوا بنفسيكم، اللي بياخد مني شغل هيشوف بنفسه وعارف انا بجيب ايه. بصوا بقى ده اسمه مشحم. بصوا التحفه بتاعته، ده بيمشي بردك ما يفارش بياضات، يمشي مفرش زي ما انت عايزه، يمشي ستاره بلاك اوت. يعني معانا الصناعيه اللي بياخدوا مننا شغل عاملينه ستاير بلاك اوت جميل جدا، بياضات تحفه، يمشي مفارش صفرة رهيب. كل الحاجات اللي موجوده معاكم في العرض ديت جوبراتها موجوده، هوريكم بردك صور الجوبير. معانا الستان ده بردك هو مطبوع، يمشي بقى مفرش عروسه، الناس اللي عايزه حاجه رقيقه وكلاسيك كده وايه وعمليه وما تصرفش كتير. المفرش ده تحفه بردك، اسمه مفرش ستان مطبوع. هنيجي للقطيفه الحفر ده كمان تحفه معانا اهي، يمشي كمان بياضات كل حاجه، يعني الجاكار ده كله يمشي كل حاجه. وعرض القماش معاكم القطيفه الحفر تقريبا عرضه 240، بقيه القماش 270 او 280، 270 او 280. نيجي بقى على الرسمه الرهيبه دي، بصوا جمالها. بصوا ده كمان بديل مطرز، تمشي بردك بياضات بس الاكتر مفارش عرايس، تحفه تحفه تحفه. معانا بقى الرسومات اللي هي طبعا مش دوت شو ده مفيش غنى عنه وشغالين فيه على طول. المفرش الستان ده بردك تحفه يعني على طول شغال، حتى لو هو قديم موديل قديم والكلام ده، بس خامتنا خامات تقيله كلها. العرايس اللي بتجهز اتنين موجود منه الاوف وايت وموجود منه الكافيه. العرايس اللي بتجهز بجد، وموجود بردك انك تعملي مخده ساتان الطويله ساتان، منها موجود عندي الكافيه بتاعها وموجود الاوف وايت. العرايس اللي بتجهز صدقيني هتوفري على نفسك مبالغ يعني باهظه. عايزه ده القماش تخلي اي حد جنبك يفصله لك، موجود الجبرات كلها عندي، جبرات كلها برضك عندي الخامات اللي عاليه في الجوبير، وعندي الخامات المتوسطه في الجوبير. كل الجبرات كلها اللهم بارك تمشي معاكي. الخياطين برضك اللي معايا اللي بياخدوا الشغل بياخدوا برضك الحاجه بخاماتها، يعني كل حاجه متاحه. وبرضك الخياطين ما شاء الله برضك بيوفروا برضك على العميل انك تجيبي حاجه بخامات ممتازه ومقاسات كبيره وبسعر برضك اقل من الجاهز، عشان تجيبي مفرش جاهز. والله انا بكلمكم عن تجربه، وعن ان انا شفت الجاهز عامل ازاي، عن تجربه. عشان تجيبي مفرش جاهز بسعر متوسط مش هيتفرش، بتبقى خامه رديئه وخفيف و... وايه كمان وخشنه، يعني بتبقى خفيفه وخشنه. عشان تجيبي برضه خامات عاليه وفخمه، طبعا الجاهز فيه حاجات فخمه وعاليه، هتبقي معديه الوفات، عشان هتبقي معديه الوفات. يعني انت بتدي دوت بسعر متوسط، لكن هو خاماته من الخامات اللي بتتباع خامات عاليه في الجاهز، يعني دي من الخامات اللي بتتباع في الجاهز، من الخامات العاليه. دي اعلى خامه في المفرش الجاكار موجوده في السوق، والتقل بتاعها الوزن بتاعها تقيل، دي الخامات التقيله. طبعا اللي بيشتغل في القماش وعارف ان القماش فيه وزن خفيف وتقيل، بيبقى فيه فرق سعر. بس بالنسبة للناس اللي بتشتغل او بتجهز، ده افضل لهم كشغل وكخامة، كل حاجة بصراحة. بصوا الجمال، انا بوريكم بس هي الكاميرا تقعد تهزز مش عارفة ليه، بس زي ما بوريكم. وزي ما قلت لكم احنا اكبر تشكيل موجود عندنا في الزقازيق، الزقازيق فقط، عشان بس ما حدش يقول ليه ما الحاجه موجوده، لا احنا في الزقازيق، يعني نوفر عليكي رحتك للازهر، بنوفر عليكي السفر والروحه والجيه. موجود عندنا شحن اونلاين، بنشحن لجميع المحافظات.
يلا عشان بس يهدى الكاميرا. كفايه علينا كده.